كتبدا القصه مع واحد القاتل ماجور سميتو تشار. رجع للمخبأ ديالو لقى شي حد مخلي ليه رساله كيطلب منه فيه يقتل واحد المعلم ديال الكونغ فو. صاحبنا باش يطلب الخدمات ديالو كانت ساهله، دخل للمخبأ حط ليه رساله فيها سميت صاحب دعوتك، حط معاها الفلوس وقلب واحد الكاس على القرعه باش يعرف عنده شي رساله تما. وصاحب دعوته كيتدرب حتى وقف عليه. تشار اللي معاه كان مشهور وكلشي كيعرفو قاتل ماجور، مع شافو عرفو مصيفطوا ليه شي حد. هجم عليه تشار، بدا داك المعلم كيدافع على راسو. تشار ما كانش من دوك القاتله الماجورين اللي كيستعملوا الماس ولا الاسلحه، هذا يقتل لك غير بالفقصه. قوم بهادي يحفر بكم في الجدر، بداو دقه فيا دقه فيك. داك المعلم حتى هو كان مدرب مزيان، ولكن تشار ولد الحرام كان كيطير. باش تمشي عند واحد بيديك خاوين تقول لي جاي نصفيها لك راه كتبين انه كيطير. بدا عليه هادي تنفع هادي تضر، طوخو مزيان، جا فيه بركله للعنق هرسو ليه، نقز عاودو بوحده اخرى للصدر. وانا لله وداد احمد. هذا المعلم اونغ راجل ظريف كلشي كيحترمو في ديك المنطقه، هو مول اكبر صال ديال الكونغ فو كاينه فيها. وهذا ولدو فاي البرهوش كان كيطير. خلى اونغ المساعد ديالو يدربهم باش يقضي شي غرض، دار ليه الطياره، كيبقى يدير شي اصوات كيغفلو كيضربوا للراس. ومع ولد الباترون ديالو ما كيقدرش يهضر معاه، فين ما تجي فيه شي دقه كيدور يبردها في واحد صاحبه. ما ياك كنقول لهم قعد تنتبه، يا مساعد المعلم ما يصبر، يا يدوز ليه. في الاخير جروا الكومبا ينتقم منه، ولكن فاي غيطلع واعر عليه. ما بداو هزوا بواحد النص جابوا للضص وبدا مطلعها عليه. هاك شد لقى بدا عليه بالكروشيات بالركل، شويه حيد لي طربوش وحمقوا عليه. وملي عياه مزيان خلاه تما وخرج يتسركل هو وصحابه. من المدرسه تحركوا نيشان للسوق ديال المدينه، خداو شي حاجه يقصيوها وجلسوا يديو يجيبوا في الهضره. شويه حتى دازت واحد ختنا، ونقولوها جميع حياتش باغي تقول رمضان هذا، واصلا ما كاين ما تقول ختنا ما تصبح عليها لا محمى ولا شاده في حبل. ولكن في ديك الوقيته هذه كانت كتعتبر هي راس السوق. مع وقفات تقدى شي حاجه بدات تبيع العجل بين فاي وصحابه. فاي عجلو رخيص، اش بالكم الدراري الا هزيتها؟ والله ما تقدر، والله ما نقدر، وتفرج العود. داز على واحد كيبيع السحالي، خدا واحد رماها ليه حدا رجلها وهي ملاهيه، وريها ليها خلاها تخلعت منها واستغل الفرصه هزها. هذا قالب زوين، هو مازال هزها ما عرف ما من خرجات ليه. ضرباتو بواحد المسمنه تلفاتو، حاول يرد عليها بدات كتدخل ليه، وغيبان بلي حتى هي مطيحه سنانها في الكونغ فو. ما في ديك الحقبه ما كانوا لا تلفازات لا تليفونات، ما كاين ما يدار قصد الكونغ فو، كلشي كتلقاه متريني، دراري صغار بنات عيالات. اللي قلتي لي السلام كتسمع ديك صلخات ديك المرا فاي قدام صحابو وخدات بنتها وتحركات. في الجهه الاخرى في نفس السوق نشوف واحد سميتو سام كيتسكل هو المساعد ديالو. سام كان ولد واحد الساط لاباس عليه، وهذا الشيء خلاه يطلع حقار بهاد الكتاف. ملي دخل السوق هو كيحقر على الناس، هذا ضربوه، هذا خدا لي واحد التحفه، ملي قال لي يخلصوا ضربوه حتى هو. وسط هذا الشيء وصل فاي. صاحبنا واخا كان برهوش باسل ما كيبغيش يشوف التعدد، طلب من سام يعطي السيد فلوس وما بغاش هو يكبتها معاه. داك الساط كان حتى هو مدرب شويه، ولكن فاي فايتو بزاف. السيف بدا كيشير عليه، هو كيخوي، خلاه حتى عيا مزيان. في الاخير حيدوا ليه وشدوا، كتحقر على الناس هاكل الفقيره تما. بدا عليه هادي تنفع هادي الضر، عطاه قتله ديال الكلاب، خدا ليه الفلوس من جيبو، عطى الشيباني ثمن التحفه وخلاه مكسل تما وتحرك. في المدرسه غنشوفوا المعلم اونغ مجمع مع ديك المرا وبنتها، بداو كيديو يجيبوا في الهضره، كيسولوا في بعضياتهم، ومن خلال الهضره ديالهم غنعرفوا اختو. والبنت اللي تصر عليها فاي الصباح طلعت بنت عمته. ملي رجع فاي للدار وضرب عليهم جالسين مع باه تصدم، بدا كيتسلت، حاول يدخل الدار بلا ما يشوفوه، ولكن مع من انت فاي اجي سلم على عمتك. عمته على هذا ولدك ولا يعطيه العماره، هو اللي كنت قلت لك دابز معايا في السوق. ناري حرقت ليه الدواصه. باه سمع هذا الشيء سخط، جا فيه بواحد المسمنه طيحو، بدا كيغوت عليه كيقول لي غادي يتبرى منه. وسط هذا الشيء دخل بوين سامو الرجال ديالو. صاحبنا ما قدو فير زادو فير، بدا كيغوت على اون، كيقول لي شوف شنو دار ولدك في ولدي. اون كان ساخط عليه بسبب داك الشيء اللي دار مع عمته، وملي زادو حتى هذا المشكل تبرى منه وقال لهم منكم ليه. عمته واخا حتى هي كانت مقلقه منه بسبب داك الشيء اللي دار معها الصباح، ولكن كيف ما كان الحال كيبقى ولد خوها. طلبات عليه اون، قنعات وتراجع على قرار يتبرى منه، وعرضات على بوين سام يدخل واحد من الرجال ديالو يضربوا 10 ديال الضربات عوضا على داك الشيء اللي دار في ولده. بوين سام وافق، دخل واحد من افضل الرجال ديالو وما عطاهم شرط البدايه، بدا كيسلخ فاي. القانون كان خاص داك الساط يضرب فاي 10 ديال الدقات، وفاي الوقت كامل يبقى غير كيطاكي. بالفعل بدا عليه هذه تنفع هذه الضر، هو كيطاكي، طيحوا بزاف ديال المرات، دخل لي شي دقات مزيانين، ولكن ما دا منه لا حق لا باطل. مع سالا دوك 10 ضربات اللي عطاو قالت لي عمته بلي ولا عنده الحق يضرب حتى هو. صاحبنا ملي بدات الكومبا هو مسني هذه اللحظه، من قبيله وانت تضرب يلاه جيبوا سعمو. ها شد تلقى دقدقو حتى هو مزيان، وخلى بوين سام دخل هز ولده، خرج من تما هز ولده والمساعد ديالو. فاي واخا سمحات لي عمته وفار البلان مع سامو باه، بقى اون كاعي عليه، وباش يعاقبو نهار الاخر خلاه يدير واحد التمرين وحط المساعد ديالو يراقبو. التمرين كان خاصو يبقى داير واحد الحركه كتسمى حركه الحصان، تحتو كاين شمعيله مشى حتى جلسات شواطيه مسعوده، وحاط ليه في الجسم ديالو زلايف عامرين بالمطايب باش الا تزعزع يحرقوه. مساعد باه مع كان كاعي عليه، حاط الغلاي في الفاخر وغير كيحس بالما بدا كيبرد كينوض يبدلوا ليه. يلا تحرق لامك باش نعلمك الدساره. كان خاصو يبقى واقف 5 ديال السوايع، ولا مشى حتى طاح غيعاودوا الحساب من الاول. بقى فاي مده طويله على داك الحال، بدا كيعيا زلايف كيحرقوه، وحتى كان غادي يطيح هو يوصل واحد صاحب، بقى عاصر على مساعد اونغ حتى غفل، وصلت حط ليه خشبه تحت يرتاح شويه. الوقت كيدوز، صاحبنا مرتاح، وحتى قرب يسالي الوقت ديال العقوبه هو يجيب بوه. اونغ على الدخله بان ليه الكرسي، تبارك الله على ولدي، واش شفتيه وكنبغيك، الله يحفظك الوالد، نوض الله يمسخ امك. ضرب ليه الكرسي خلاه جاب مسعوده على الشمعه، وقال ليه بلي غادي يتواصل مع عمو صهاي يخليه هو يدرب. بين ما وصل عمو كتفوا علقوا في واحد البيت باش ما يهربش. عيا صاحبنا يتقاتل، حاول يتفك، ولكن وال وحتى هو دار ليه واحد التعليقه ديال الحوار، وحتى بدا كيفقد الامل وكيقول ما غاديش يتفك، وهو يوصل داك صحيبه داير بحال النفس. دخل من الشرجم فكو، عطاه كلا، وهو كيرتاح من ديك التعليقه، سول واش بصح عمو صهاي هو اللي غادي يدرب. فايج هذا السؤال في شكل قال لي الوالد واحد سميتو صهاي هو اللي غادي يدربني، علاش؟ ناري دبرتي عليها المسخو، علاش؟
واش ما عمرك سمعتي بهاد صهاي؟ ما كاينش شي واحد مشى يتدرب عنده ورجع صحيح، كاين اللي جا طايره ليه رجل، ها اللي طايره ليه ودن، المخير فيهم اللي كيعتبروه الناس رجع صحيح طيح ليه سنانو كاملين. صاحبنا سمع هاد الشيء هرب الطاهر قبل ما يخوي المدينه. في مره داز واحد المطعم يقصي، المشكله هو فيه الموت ديال الجوع وما عنده حتى ريال في جيبه. بدا كيدور راسو في المطعم كيشوف الناس اللي تما وما بان لي واحد الصاط لاباس عليه قصده. بدا كيدي ويجي معاه في الهضره كيتبتو وعرض عليه يتعشى على حسابه. انت ما عندك حتى ريال في جيبك وكتعرض على الناس ولا؟ البلان اللي طاح ليه في راسو هو يخلي الناس اللي خدامين تما يشوفوه كيهضر معاه ويحسب لي مراه صاحبه باش معاه يسالي الماكله يسلم ويخليه هو حاصل. صاحبنا مع تبتو لاحظ ان كاع اللي خدامين تما شافوه كيضحك معاه بدا كيطلب الماكله. راه واحد اللوبيا بالحار، زيدني واحد صواصيصو في نص صوص لي موطار، مولا داك يحلى وشي بيدوزه ديال العصير اللي كيدوخ. بقى ضرب عطيه كيعرض على داك الراجل قال لي حتى هو يطلب شي لعيبات على حسابه. المهم عرقها مزيان وكاع داكشي اللي عندهم كلا منه. ملي السلا بقى جالس شويه كيضحك مع داك الراجل باش يزيد يثبتهم وما حس بهم، شافوه مزيان وتاكدوا انه معاه قصد البيع. وهو خارج وقفوا واحد قال لي الخلاص. شنو هو الخلاص؟ راه الاب ديالي مازال جالس تما، هو غادي يخلصكم فاش يبغي يمشي في حاله. الاب ديالك ومالك ما تيقتيش ولا تاش من الاب ديالك السي محمد؟ هذاك راه با هو مول هذا المطعم. ايوا يا حميد، ولا يحطك في شي موقف بحال هذا السيد اللي بغى ينصب عليه فاي ويلصق فيه كاع داكشي اللي كلا طلع هو مول المطعم. واشنو دابا تخلص بالفلوس ولا بضلوعك؟ طيفور ما قال ولد مول المطعم طيفور، دخل واحد طيفور نيت. لا حبيب مقدر وجهه مكتوبه فيه الله يقربلها، كيعرف ثلاثه ديال الحوايج: الماكله، لونطرينمون، ويخلي لك ضاربوك الا زهبك الله وما خلصتيش. مع وقف على فاي هزو حتى للسما وخبطوا مع الطابله. بدا صاحبنا حتى هو كيدابز معاهم كيحاول يعلق ولكن والو. اللي جابوا عنده شهر كونجي ومخلص فيه. تعرفتي السربايه ملي سمعوا اللي جابوا عنده شهر كونجي ولا ولاو كيطيروا. هو علاق زلق طاح في الارض والحفظ الله نقز عليه طيفور بجغو، موراها شدو تبتو والسربايه بداو عليه بكروشيه. والله يمك حتى تقيا كاع داكشي اللي كليتي، هاك شد لقى تقيا ما سوقيش بيتو. بالفعل خلاه رد كاع داكشي اللي كلا، جا فيه طيفور بكروشي طيحو وحتى كانوا غادي يصفيوها ليه هو يدخل واحد الشيباني كان تما. وهذا الشيء كامل على جوج دغمات. وانت اش دخلك الشرف ناري دبرتو عليه. الشيباني كان كيطير، خو النادي اللي شير عليه هز غلا يسخن حرك طيفور وبدا اللي جا عنده كيتلف ليه الصنداله. هذا غاش دي فاش كناكلوا ليه ضانون المسوس. جا ندخل الشيباني طيفور خلط مع دوك السربايه وملي خلط طايح اكثر من نايد، والنايد كيقول او مون ديو، خدا معاه فاي وعلقوا من تما. من بعد مده طويله هما معلقين جلسوا يرتاحوا تحت واحد الشجره. بدا الشيباني كيسول فاي كيحاول يتعرف عليه. فاي حتى هو كان قلبه طايب وخاصو غالي من يعاود. واش غنقول لك الحاج، هذا الشيء كامل اللي انا فيه بسبب واحد عمي سميتو صهاي. ما هذا عمك اش دار لك؟ حقا ما حقا بغى الوالد يصيفطني ندرب عنده، وملي سمعت ان اي واحد مشى يدرب عنده كيرجع مفرشخ علقت من الدار. وانت العمو شنو سميتك اش كدير؟ انا كيغوتوا لي المعلم صهاي. متشرفين. ايوا ويا حميد ولا يعطيك زهر فاي. صاحبنا دار هذا الشيء كامل باش يهرب منه، في الاخر لقى راسو قدامه كيعرف انه هو المعلم اللي قال ليه باه هرب الطاهر. دوز مده طويله هو علاق وحتى حس براسو بعد عليه جلس يرتاح. الله كنت مشيت فيها. هو مازال كيتنفس من ديك الجزريه اللي ضرب وقف عليه صهاي ربطو من يده. بدا صاحبنا كيتقاتل حاول يعلق ولكن هيهات. الشيباني مطيح سنانو في لونطرينمون فين ما دار كيدور معاه. فاي شاف راسو ما غاديش يقدر عليه سلم راسو الامر الواقع. سولو شحال ديال الوقت غيستغرق التدريب. قال لي باك خلصني في عام ديال التدريب. داكشي علاش هاد العام كامل غدوزو معايا. خداه معاه لدار وسط الغابه ومن هاد النهار بداو التدريب. بالفعل الشيباني ما كيرحمش، ترى ما كاين غير كسل وزيد بالخير. كيهز فاي كيضربوا مع الارض كيوقفوا كيجي فيه يطيحوا عاوتاني. دوز النهار كامل على هاد الحال وفي الليل هما ناعسين قرر فاي يعلق من هنا. بقى عاصر على المعلم حتى تاكد انه نعس ويجري الطاهر. بدا قاصد الباب قدر يوصل ليه ولكن مع بغى يخرج جرسو هاي من صبعه بواحد الحبل كربطوا به قبل ما ينعس. مع من انت بدا صاحبنا كيطلبوا يطلقوا. قال لي انا كان غادي غير يقضي حاجته ويرجع. تقضي حاجتك سير قضي عليه ودوز نعس. مع طلع الصباح بداو التدريب عاوتاني. هاد المره كان عمر ليه 4 ديال الجرات كبار بالماء وخلاه كيخوي وحده في وحده. هز من هادي خوي في هادي، هز من هاديك خوي في الاخرى. عيا بزاف بدا كيقنف ولكن الا مشى حتى حبس غيسلخ خمو المعلم. هو كيتريني طاحت ليه في باله واحد الفكره وفي البلاصه بدا التنفيذ. نقص في الجره دار براسو كيغرق ومع طلع المعلم يعاونو جر رخشه على راسو سد عليه فيها وعفا. ترى ما وقف حتى وصل لواحد البلاصه بعيد على الدار ديال صهاي. تما شعل واحد العافيه صغيره وجلس ينشف حوايجو. قدر يهرب للمعلم داز بزاف ديال الوقت ما لحقش عليه. مازال جالس موقف عليه القاتل المأجور تشارل، وغتكون ديك البلاصه اللي جالس فيها فاي فين كيخليو ليه الناس الرسائل ديالو. تشارل في الاول ما بغاش يجبد معاه الصداع، هضر معاه بالاداب طلب منه يمشي ولكن فاي كان باسل. بدا كيتغاوت معاه كيقول لي ما غيمشي من هنا حتى ينشف حوايجو. تشارل عيا ما يصبر عيا يدوز ليه. في الاخير شنق على حب. نتوما لا تتبغيوش بنادم يبقى درويش، كتبغيو غير الطوغات. بدا فاي كيتقاتل معاه حاول يضربوه ولكن تشارل كان فايتو بزاف. بدا عليه بالكروشيات بالركل جا ندخو مزيان وبالاضافه لهذا الشيء بقى تيهين. طيحو في الارض زطم ليه على وجهه. قال لي خاصو على الاقل واحد 20 عام ديال لونطرينمون باش يلاه يقدر يشد معاه. خلاه داز ليه بين رجليه كنوع من الاهانه. في الاخير حرق ليه سروالو ودار عليه بواحد الركله شقلب. صاحبنا من بعد كاع هادشي اللي داز عليه ما بقاش عنده الوجه اللي يزيد يقاتل به. ناض مع الوقفه وشد بجريه في اتجاه الغابه. هو كيجري كان كيبكي كيتفكر ديك الاهانه اللي دار ليه تشارل. ومن بعد كاع داكشي اللي داز عليه قرر يرجع عند المدرب يتدرب باش يرد الاعتبار ديالو. وصهاي كينشف حوايجو حتى دخل عليه. بدا كيطلب منه السماحه. قال لي انه نادم على داكشي اللي دار. صهاي كان مقلق منه بزاف ولكن ملي شافو بصح نادم سمح ليه وخلاه يرجع يتدرب عنده. ربط ليه يديه بواحد الحبل في الجهه الاخرى شدوا جوج ديال العصيات وبدا كيعلمو الحركات وفي نفس الوقت كيحاول يقص عليه المعصم ديال يده. في الاول التمرين كان صعيب بزاف، كان صاحبنا كيتقصح ما عرفش كيفاش كيتحرك ولكن شويه بشويه بدا كيسهل. سال النهار في الليل طيبوا العشاء تعشاو بجوج. في نفس الوقت كانوا كيديو يجيبوا في الهضره وغيبان بلي ولاو بحال شي اب مع ولده. مع طلع الصباح بداو التدريب عاوتاني. ترى
ما كاين غشق على روحك. هاد المره علق ليه السطل وخلاه يعمرو بجوج ديال الكيسان صغار. بدا كيطلع ويهبط كيطلع ويهبط كيرشو طابت والو داك السطل واش بغى يعمر. واحد اللحظه طلب ليه المعلم ناعس وبدا كيجري بدا كيعمر. هو كيدير هاد الشيء يكون المعلم جاري معاه. خلاه حتى سالا ومشى فيقو قال لي صافي عمرو وجبد ليه جوج كيسان صغار من هذوك اللي كانوا عنده قال لي يخويه بهم. دوز النهار كامل على هاد الحال وفي العشيه هو دخل الدار عطاه واحد الحبه ديال الكركاع قال لي هرسها بصباعه. عيا صاحبنا يتقاتل معاها عيا يزير عليها ولكن والو. جبد الصباط ديالو بغى يهرسها به وقف المعلم فهموا انه بغى يهرسها بيدو باش يقوي العضلات ديال يديه والنهار الاخر خلاه يتدرب عليها. صاحبنا في الاول القضيه جاتو صعيبه ولكن كل ما تدرب اكثر كل ما بدات كتسهل. في الاول قدر يهرس وحدين رطبين شويه داز القصح منهم وفي الاخير ولا قادر يهرس اي وحده عطاها لي. المعلم شافو داير اكثر من جهده في التدريب قرر ياخذ يضرب شي دويره في السوق باش يرتاح شويه. في الدخله ديال السوق لقى واحد القمار جالسوا يلعبوا معاه. صهيب مع كانت عنده قوه الملاحظه كل مره كيجيبها. دا القمار بزاف ديال الفلوس دا حتى لشي وحدين تما فلوسهم. القمار شافو غيجمع لي حبوت بين غوت لواحد صاحبو يشد بلاصتو. القراع كان كيطير في القمر. واش بان لك الشيباني يدخل معايا بكلشي؟ لا عموم ما كيتكعكعش وندخل مع امك بكلشي. فين المشكل؟ ميزه الشيباني فلوسو كامله ميزه شي ناس تما وبداو اللعب. ها انت العموم ركز معايا مزيان. ها انت خاويه عامره سويرتي مولانا. واش انت باش عرفتي شنو كيقول؟ حيد دار كيتفرج. بقى الشيباني عاصر عليه حتى وقف ومشى لهذيك اللي بانت لي عامره. هاد المرات قلتيها العموم. والقرع ناش طار لي الشيباني على يدو الوالي جبد القطعه النقديه وغيكون حيدها من تحت الزلافه قبل ما يقلبها. القرع شاف راسو حسن غمس صاحبو شافو عطاه الاشاره بدا كيغوت المخزن والدعوه غترون كلشي علق. القرع عز الفلوس كامله علق بيها ولكن مع منتا يلاه ضرب جوج خطوات شير عليه الشيباني بواحد اللعيبه جرو لعنده. اجل هنا القرع اللي ولدك صاير ديك تبريده هنا بزيت العود. القرع عوض الحرام حتى هو كان كيطير عنده ديك الصلعه بحال المدفع. بدا على فاي بالطيوطه هي فاي يشير عليه حاول يطيحوه ولكن والو. وحتى كان غادي يغربوا القرع وهو يعطيه المعلم واحد المطرقه. قلت ليك ضرب القرع الراس تلفوا على القبل. القرع جاو فيه الدقات ديال المطرقه عينيه حوال. خدا لي فاي والمعلم الفلوس اللي سرق ليهم تقداو داكشي اللي خاصهم ورجعوا للدار يكملوا التدريب. من بعد هاد النهار ديال الراحه رجع فايل الشقا عاوتاني. الشيباني ما كيرحمش كيخليه يبقى يتدرب حتى يديه ما كيبقاش قادر يحركهم. في واحد الصباح وهما كيتدربوا بحال ديما تسنى المعلم الشراب بدا كيترعد وهنا غيبان انه مدمن لواحد الدرجه كبيره. جبد فلوس عطاهم الفاي صيفطوا للسوق يشري ليه شي قرعه ولكن فاي مازال ما بغاش تحيد منه التحرميه. مشى قصب ديك الفلوس اللي عطاه وعمر ليه القرعه ديال الشراب بالماء. والمعلم كيتسناه في الدار كان كيترعد ضايخ وغيبان بلي وصل لواحد الدرجه كبيره ديال القطعه. الشيباني ما قدو فيه زادوه فيه هو مسني فاي يجي يدخل عليه القرعه وخوه بوم وغيكون جابو معاه وجاي ينتقم منهم على داكشي اللي داروا ليه في السوق. بوم ما كيتفاهمش مع وصل يهجم على صهيب بدا كيدافع على راسو ولكن مع ما كانش كيقدر يتحكم في راسو بسبب القطعه قدر بسهوله يغمق عليه. ضربوا بعصا الرجال طيحوه بدا كيشير عليه هو علاق. وسط هادشي وصل فاي صهيب شافو نشط امروا يلوح ليه القرعه بالزربه على حاليه ولكن ملي حلها ولقى عامره غير بالماء سقط على فاي. دخل فاي بغى يدافع عليه صدق بوم خلطهم بجوج. شد لقى صحابنا شافوا راسهم ما غاديش يقدروا عليه علقوا بقاو مخبعين في الغابه حتى طاح الظلام وحسوا بهم مشاو. عاد ديك الساعه رجعوا للدار. فاي بقى فيه الحال بزاف حيت كان السبب في خساره المعلم مع بو. قال لي صهيب ان هذه اول كومبا يخسر في حياته والسبب هو الاستهتار ديالو. سولو شنو وقع ليه وشنو علاقه خسارته بالشراب بدا كيشرح لي البلان وهنا غنعرفوا ان صهيب مدمن لدرجه الا ما كانش شراب كيدخل في واحد الحاله خايبه واي واحد يقدر يغلبه. قال لي فاي كون علمتيني الاسلوب ديالك في بلاصه تراس الكركاع اخويا السطوله كون راني دافعت عليك وعلى راسي. بدا المعلم كيضحك شرح لي ان كان كيوجدوا باش يعلموا الاسلوب ديالو ورانا كيوري شي حركات منه. الاسلوب اللي كيستعمل المعلم صهيب اللي كان مشهور به كيتسمى اسلوب السكين. اهم حاجه فيه هي قبل ما تستعملو خاصك تكون بيله وملي كنقول لك بيله نيت صندالتك تلف عليه. بقى فاي كاس مورا كاس حتى جاب الكاو ومع طلع الصباح بدا كيدرب الحركات ديال داك الاسلوب. عطاه صهيب كتب فيه اهم 8 الحركات في داك الاسلوب وخلاه كيدرب عليهم. بدا صاحبنا حركه مورا حركه كل نهار كيدرب على وحده وما جا فين يكمل العام حتى كنتقنهم كاملين. نمشيو للصال ديال بوه. في واحد الصباح اون كيدرب التلاميذ ديالو دخل عليه بوينسام ساخط وهنا غنعرفوا بلي بوينسام بغى يشري شي اراضي مع الناس ديال القريه واونغ واقف ليه في طريقه. بدا كيحاول يقنعوه عرض عليه فلوس ولكن اونغ رفض كاع الاغراءات ديالو. بوينسام شافو ما غاديش يحيد من طريقه وقرر يتعامل معاه بطريقه اخرى. النهار الاخر رجع تشار المخبأ ديالو لقى بوينسام مخلي ليه رساله كيعرض عليه فيها $1000 في المقابل يصفيها الاونغ. في الجهه الاخرى مشى فايل السوق يتقدى الشراب للمعلم خدا ليه داكشي اللي محتاج ولكن ملي رجع للدار ما لقاش. بدا كيغوت عليه كيقلب حتى لهاد اللحظه طاح على واحد الرساله فوق الطبله. هزها قراها لقى كاتب ليه فيها ان اليوم كمل معاه عام ديال التدريب وانه دار داكشي اللي عليه وعلمو كاع الاساليب اللي كيعرف. داكشي علاش جات الوقيته فين يمشي في حاله وهو يرجع عند بوه. فاي كان تعلق بزاف بالمعلم وما عجبوش الحال فاش عرفو مشى. في الجهه الاخرى اون كيدرب التلاميذ ديالو دخل عنده واحد قال ليه بوين صام كيحفر في الاراضي ديال القريه. اون سمع هادشي مشى كيطير يشوف شنو واقع ولكن ملي وصل تما هجم عليه تشارل وغيكون غير كذب عليه داك الصاد وصدر جور هاد البلاصه باش يصفيوها ليه. المعلم ما عرف تشارل القاتل ماجور قدر بسهوله يعرف بوين صام اللي يصيفطوا ليه. هجم عليه تشارل بدا اون كيدافع على راسو ولكن مع كبير في السن دغيا غمق عليه تشارل. بدا عليه بالكروشيات بالركل طيحوا في الارض. المهم عطاه قتله ديال الكلاب وحتى كان غادي يصفيها ليه هو يوصل فاي في الوقت المناسب. صاحبنا فاش شاف بوه مضروب سخاط وملي عرف ان تشارل اللي كان هانو داك النهار هو اللي ضربو زاد سخاط وقرر يخلي هاد النهار هو النهار اللي غادي ينتقم فيه منه. بدا تشارل كيحضروا كيقول ليه ينسحب اللي غادي يصفيها ليه. وسط هادشي وصل المعلم صهيب. تشارل مع كان تعرفوا مزيان شافو الدهشر طلب منه ما يتدخلش في هادشي. هنا غيفهموا انه جا غير باش يتفرج في التلميذ ديالو كيخلي ليه ضربوه. وراها لح الفاي القرعه ديال الشراب وطلب منه يبين ليه داكشي اللي يتعلم. هجم عليه تشارل بدا صاحبنا كيشرب في نفس الوقت كيتقاتل معاه وغيبان بلي فاتو بزاف. ترى
قلت لك تشار ما جا فيه حتى دقه. بدا فاي كيدخل ليه كيبغي يضربو كيخوي ليه. بدا تشار كيستعمل واحد الاسلوب عمرو استعملو، قدر يضرب فاي شي ضربات ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى تقلب عليه. جا فيه بكود للصدر نقز عليه طرد اللي عنده طيحو في الارض وبط عليه بكود للظهر غيب. بهذا الشيء يقدر يغلب تشار ورجع حقه وحق بوه. اشنو غادي يطرى؟ واش غيكمل صاحبنا التدريب مع المعلم؟ اش غيديروا مع بوين سام اللي صيفط لهم تشارل؟ هذا الشيء كامل واكثر غنشوفوه في الجزء الثاني. الا عجبكم هذا وبغيتو نديروا قولوا لي في التعليق وحاولوا توصلوا الفيديو 40000 لايك. واهم حاجه ما تنساوش سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.